هذه السنة كنتواجدوا في المؤتمر الثامن لمصحة ديال مراكش للخصوبة اللي كينعقد كل سنة. وهذه السنة كتعرف واحد الإقبال كبير من قبل خبراء دوليين جاونا من أمريكا أوروبا، والخبراء المغاربة اللي كيتشاوروا في جميع النقاط اللي كتخص هذا العلم اللي هو كنهتموا به كثير، لأنه الخصوبة كتشكل واحد المشكل ديال المجتمع في العالم. 10 حتى 15% ديال الناس عندهم مشكل الخصوبة، ولهذا جميع الطرق اللي يمكن لها تعاون النساء والرجال باش يوصلوا للحلم ديال الأبوة ولا ديال الأمومة كنذكرهم من تنشيط المبيض، من تشخيص وكيفية تداوي البطانة المهاجرة. واخر ما جد هو تواجد العالم بروفيسور شيرمان سيلبر من الولايات المتحده، اللي كيتعد من اكبر العلماء في ميدان الاخصاب، واللي عنده تقنيات ان شاء الله كتبشر بالخير، اللي غادي نوصلوا دابا واحد 10 ولا 15 سنه الى امكانيه استنساخ البويضه او الحيوان المنوي من خلايا الجلد. نتمنوا هذا الحل يكون باش نتجاوبوا مع جميع الطلبات ديال النساء اللي عندهم هذه المشاكل ديال النقص في الخصوبه اللي بدينا كنشوفوها اكثر في هذه السنوات الاخيره. وشكرا. Je suis ravi d'être là aujourd'hui pour participer au 8e symposium international dont les sujets sont autour de la santé de la femme et la santé du couple infertile. L'une des thématiques qui a été évoquée, c'est l'endométriose. C'est une maladie redoutable pour la femme. Ça touche 10% des femmes en âge de procréer. Et donc là, on est là pour actualiser nos connaissances et puis améliorer notre pratique. Et je remercie le docteur Bayan et le docteur Boudrard d'avoir pris l'initiative d'organiser ces symposiums. Beaucoup d'innovations ont été dites, et parmi lesquelles c'est un test salivaire pour l'endométriose qui permet d'avoir un diagnostic au bout de 10 jours, alors qu'aujourd'hui, il faut attendre entre 8 et 10 ans. ويشرفني جدا ويسعدني أكون مع زملائي وأصدقائي وأحبائي أطباء المغرب في المؤتمر الثامن لتقنيات العقم بتنظيم الدكتور حسن بدرار وفي مراكش. الحقيقة المؤتمر متميز السنة دي بوجود عدد كبير جدا من خبراء تقنيات العقم من أمريكا ومن أوروبا ومن دول العالم ومن فرنسا. والحقيقة المؤتمر مواضيع اللي بيطرحها للنقاش هامة جدا جدا لصحة المرأة ولتحقيق الأمل والحلم اللي بتحلم بيه كل سيدة، وهو الإنجاب. المواضيع اللي اتكلمنا فيها هو عن علاج الجديد في علاج مرض البطانة المهاجرة، ودي الحقيقة مشكلة صحية بتعاني منها بعض حالات العقم، بتسبب آلام مبرحة وتأخر في الإنجاب وتأخر نسبة تحقيق الحمل في الحقن المجاري. مرة تانية بشكر كل أطباء المغرب، وبقولها بالنيابة عن نفسي وعن كل أهل مصر: نحن نحبكم وفخورين بكم وفرحانين لكم. وزي ما بقول إن قارة أفريقيا نحن في طرفي القارة، فلو طوينا قارة أفريقيا سيلتقي مصر والمغرب في عناق وفي احتضان. ربنا يحميكم ويحرسكم ويديم عليكم الخير. أنا أسامة شوقي من مصر.